بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا خوتي خواتاتي وين ما كنتم تتابعوا فيا. نتمنى يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. طليت عليكم اليوم فطيرة بحجم عائلي، يعني بحشو رائع جدا، يجي معسل مفرمج من أروع ما يكون، وهذا وش يصلح على كل حال في الصيف والسخانة. هنا نبداو في طريقة التحضير. عندي كاس تاع حليب دافي تاع 250 مليلتر، زدت له مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرف كبيرة تاع السكر، رايحة نحط يعني حوالي 100 مليلتر، نص كاس تاع زيت يعني حوالي 100 مليلتر، وعظمة يعني ولا بيضة. وراح نخلط هاد المواد كل مع بعضاهم بالفويق كما راكم تشوفوا، وراح دركا نبدا نزيدو في الفرينه تدريجيا، نحطو غير بالعقل، ما تنساوش مغرف صغيره تاع الملح. ونبداو كما قلت لكم نزيدوا في الفرينه بشويه حتى نتحصلوا على العجينه القوام تاعها يكون طري في نفس الوقت، حكمه روحها شويه، يعني مش طريه خلاص كما تاع البيتزا، تجي شويه حكمه روحها على العجينه تاع البيتزا. ودوك نشوفوا مع بعضنا القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني نحطوا غير بشويه الفرينه حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. هنا البنات راني نسيت باه نحط مع الاول مغرف كبيره تاع الخل، تفكرتها وحطيتها مع الاخر وعجنتها، يعني دخلت هذاك الخل مليح في العجينه. نعرفوا الخل هو يعتبر كمحسن ويمد واحد الخفه والطراوه للعجينه تاعنا من اروع ما يكون. نتوما حطوه مع الاول هذيك المغرف الكبيره تاع الخل. هنا بعد ما تحصلت على عجينه طريه، نغطيو عليها ونخليوها تخمر. درك السخانه والصيف في رمشه عين تخمر. نروحوا للخطوه الثانيه اللي هي صلصه الجبن. حطيت 60 غرام مرقارين مع 60 غرام فرينه، يعني زوز مغارف كبار تاع مرقارين تحطوا لهم زوز مغارف كبار تاع فرينه. نحمصوا هذيك الفرينه تاعنا مليح مليح مع المرقارين، ومن بعد نبداو نزيدو في الحليب. انا حطيت واحد 250 مليلتر تاع الحليب، يعني واحد 4 لتر تاع الحليب هكا. وهاد الكميه يعني درت بها وقعدت لي، يعني تعطي لكم كميه كبيره. هنا بالنسبه للتوابل حطيت ملح فلفل اكحل وتوابل الجبن، اذا كانوا متوفرين حطوهم، راح يزيدوا بنه للصلصه تاعكم مع التحريك المستمر طبعا. هنا بالنسبه للفرماج ولا الجبن انا حطيت هذا تاع الشرائح يعني تاع ساندويتش، وراح نحط هذاك البورسيون. يعني شوفوا انتم هنا واش عندكم فرماج حطوا، كل ما كثرتوا كل ما راح تتحصلوا على صلصه تكون بنينه يعني وتكون مفرمجه اكثر. هنا نبقاو كما قلت لكم هذا هو القوام، ما ديروهاش ثقيله وما ديروهاش في نفس الوقت يعني سايحه خلاص. نرجعوا للعجينه، شوفوا تبارك الله قد ما طلعت، يعني ارتاحت كما يلزم. هنا راح نديغازيها ونبدا نشكل في المملحه تاعي. راح نقسم العجينه تاعي الى قسمين، يعني راح ندير قسمين تاع العجينه. قسم يجي الطبقه الاولى تاع العجينه تجي شويه يعني اكبر من اللي راح نغطيو بها المملحه. دوك تشوفوا يعني راح تتضح الفكره. هذه اللي راح نفرشوها، يعني راح نحطوها كطبقه سفليه. ماذا بكم تحلوها رقيقه، رقوها قد ما تقدروا به ما تجيش كمش المملحه تاعكم ولا الفطيره تاعكم ما تجيكمش معجنه هكا. طبعا نعاونوا روحنا بالفرينه ونحلوها على سمك رقيق. جبت الصينيه تاعي، نتوما خيروا الحجم اللي حبيتوا، يعني تحبوها كبيره صغيره كما حبيتوا. فرشت لها ورق الزبده هكا نضمن انه المملحه تاعي ولا الفطيره تاعي ما تلصقش. ونحطوها يعني حلوها شويه كبيره، لانه هذيك السفليه اللي رايحين نغطيو بها الطبقه تاع العجينه الثانيه، يعني على هذه العجينه نحلوها شويه اوسع ولا اكبر من العجينه الثانيه. هنا حطيت شويه فروماج غابي، ورايحه نحط فيونداشي اللي كنت طيبته، غير حطيت يعني في المقله حطيت فيها شويه زيت وحطيت هذاك الفيونداشي وتبلته ملح فلفل اكحل وتوابل اللحم. تقدروا تعوضوه بالدجاج باي حاجه، يعني الحشو يرجع لكم واش حبيتوا حطوا، يعني مش بشرط تقيدوا بالشي اللي حطيته. انا اللي تحب ديرها بالفيونداشي يعني تقدر كما درت هنا. نحطوا هذاك الفيونداشي نوزعوه مليح على هذيك الفطيره تاعنا. راح نحط شويه زيتون اخضر مقطع. هنا قليت شويه تاع بطاطا، نعرفوا الاولاد يحبوا اي حشو فيه البطاطا يحبوه الاولاد، ومن جهه واحده اخرى باه نزكيو الحشو يعني باه يكفينا يعني تجينا زاكيه هكا.
وهنا راح نحط كمية تاع صلصة الجبن. الفرن راني مسخناته على 200 درجة مئوية، لازم نسخنوه من قبل. ورايحة نزيد هذاك الفرماج هذاك تاع الساندويتش ولا تاع الشرائح، راح نزيد يعني نحط منه كمية. هي قد ما تكتروا وتنوعوا في الفرماج راح تجيكم الفطيرة تاعكم من أروع ما يكون. زدت شوية فرماج غابي. وحطيت الطبقة الثانية تاع العجينة اللي حليتها رقيقة. هنا البنات شوية حليتها كبيرة، المفروض ما نحلهاش كبيرة قد هكا، يعني نورمالمون تجي أصغر من الأولى، بصح ما عليهش راني نحيت هذيك الزيادة. وحتى هذيك الطبقة الأولى تاع العجينة، هذيك الزايد تاع العجينة راني نحيته، ونبداو نقفلوا فيها مع الأطراف يعني مع الحاشية، نرصوا مليح باه ما تحلناش في الطياب. هكا نضغطوا مليح. وكما قلت لكم الفرن راني مسخناته على 200 درجة مئوية. هكا نزيد نعاود باه نتأكد باللي قفلتها مليح. هنا نثقبوها باش ما تنفخش ياسر في الطياب، وراح ندهنها بصفار بيضاء اللي زدت له شويه تاع الحليب. يلا البنات وانتم تشاهدوا الفيديو ما تنساوناش هذاك اللايك، كومونتير حلو كما نتوما، لانه هذاك الجام ولا اللايك هو اللي يخلي الفيديو ينتشر ويوصل الى اكبر عدد من الناس. واللي مازال ما اشتركش نقوله مرحبا بك القناه، قناتك اكيد هذا الشيء شرفني ويفرحني. هنا بعد ما خرجتها من الفرن شوفوا لي هذيك كيفاش طابت، شوفوا الشكل، يعني الشكل اصلا يعني يفتح الشهيه. والبنه ما عندي ما نحكي لكم، يعني تجي من اروع ما يكون ومن اشهى الفطائر اللي ممكن تحضروها، خاصه في فصل الصيف السخانه والشيلي والحمان، هذا وش يصلح يعني مع السلطه وانتم دايرين غدا والعشاء. جربوها مش رايحين تندموا، اكيد راح تعجب كل واحد راح يذوقها. شوفوا التفرميج، اكدوا لي على التفرميج والخفه، بنينه من اروع ما يكون. ننصحكم تجربوها، وانا متاكده اذا جربتوها رايحين تحصلوا ورايحين تعاودوها مره واثنين وثلاثه. نقول لكم ان شاء الله الدباره تاع اليوم. شوفوا هنا راني درت، حبيت نقول لكم بلي راني درت بها من نفس العجينه، درت سوفلي. تهلاو في رواحكم وسلام.